السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد من طبق المنى. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل البراونيز بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف المقادير مع بعض. معانا المقادير بقى دلوقتي زي ما انتم شايفين. انا معايا زبدة بدرجة حرارة الغرفة بس هسيحها في الميكرويف بما يعادل نص كوباية، ومعانا 2 بيضة وفانيليا ونص كوباية دقيق ونص كوباية كاكاو ونص كوباية سكر، وده طبعا شوكولاتة خام علشان بعد ما نعمل البراونيز هنقطع فيها قطع صغيرة. انا دلوقتي هسيح الزبدة في الميكرويف، احطها في طبق. دول هيعادلوا نص كوبايه. دلوقتي الزبده كده ساحت، هحطها في الطبق اللي انا هعمل فيه البراونيز. ودلوقتي هضيف على الزبده معلقه زيت كبيره. دي نص كوبايه السكر، مقاديرها سهله طبعا وبسيطه قوي. هنقلب كويس بالمضرب المكونات دي مع بعض، الزبده والسكر ومعلقه الزيت لغايه ما ينعموا مع بعض. دلوقتي هضيف البيض 2 كده، ضفت 2 بيضة. نقلب كويس بقى الخليط ده كله مع بعض لغاية البيض ما يمتزج مع السكر والزبدة. ناخد طبعا هياخد معانا تقريبا 5 دقايق كده. نقلب كويس، مش محتاج مضرب كهرباء ولا اي حاجة. طبعا اهم حاجه هنضيفها عشان يضيع زفاره البيض معلقه صغيره من الفانيليا. اللي عنده فانيليا الاكياس الصغيره يحط 1 أو 2 مفيش مشكله. نقلب كله كويس مع بعض. بصوا السمك بتاعه، الخليط طبعا زي ما انتم شايفينه افتح معانا. دي نص كوبايه الدقيق، ضفت عليها رشه ملح بسيطه وحطيت هنخلهم مع بعض دلوقتي، وعليهم نص كوبايه الكاكاو. ننخل كويس المكونات دي مع بعض عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات في العجين. بعد كده هنقلب كل المقدار بقى مع بعض، نخلطه كويس مع بعض. نقلب كده تقليب في اتجاه واحد لغاية الدقيق والكاكاو كله يختلط مع بعضه كويس. بصوا السمك بتاع البراونيز هو بيبقى اتقل من الكيك طبعا. احنا خدوا بالكم احنا ما حطيناش ولا لبن ولا بيكنج باودر لان هي بتبقى اتقل من الكيك. دلوقتي انا هكسر الشوكولاتة الخام قطع كده صغيرة عشان هضيفها فوق البراونيز. اللي عنده شوكليت شيبس ممكن نحط عليها، بس انا كان عندي الشوكولاتة دي فقلت اقطع منها قطع صغيرة، يعني اللي موجود عندنا هنستعمله. الكمية طبعا اللي انتوا حابينها تضيفوها على البراونيز. انا ضفتها على المقدار اهو كمية الشوكولاتة اللي انا قطعتها، علشان لما هتدخل الفرن وتيجوا تاكلوها بقى الشوكولاته تبقى سايحه كده ودايبه بشكل جميل جوه البراونيز ويبقى طعمه حلو قوي. نقلب بقى المقدار تاني كويس الشوكولاته اللي احنا حطيناها. نكون طبعا مولعين الفرن على 120، لان المفروض احنا لو بنعمل كيك او اي حاجه تانية لازم الفرن نبقى مشغلينه قبلها ب10 دقايق على الاقل. ما نحطش الحاجه والفرن بارد علشان ما ينفعش الحاجه تبوظ مننا. دلوقتي انا جبت قارب بايركس ادهنه بالزيت كويس. حطيت عليه ورقة زبدة وادهنها برضو من فوق علشان يطلع معانا البراونيز لما يستوي بطريقة سهلة وما يتكسرش مننا. ادهن ورقة الزبدة كويس جدا بالزيت برضو. دلوقتي هحط بقى البراونيز. بصوا يا جماعة هو عادي لازم بيبقى تقيل كده. نفرده بقى كويس في القارب. خلاص كده انا خلصت. طبعا الفرن مشغلاه قبلها ب10 دقايق وهنحطه على الرف في الوسط. هياخد معانا تقريبا حوالي 35 دقيقة. بصوا بعد ما عدى الوقت زي ما انتوا شايفين هقطعه دلوقتي بعد ما يبرد. طبعا لازم نسيبه يبرد الاول.
قطعوه بقى بالطريقة اللي انتوا تعجبكم. انا قطعه كده مكعبات صغيرة. بصوا جميل قد ايه، وطلع سهل علشان احنا حاطين ورقة زبدة في القارب. قطعوا بقى كده مكعبات. دي طبعا طريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكم وقت وغير مكلفة. ده كده بعد ما خلص طلع جميل جدا ما شاء الله. ممكن نحطه للاولاد في اللانش بوكس معاهم في المدرسة، قطعة او قطعتين، وممكن يقعد بره التلاجة او في التلاجة لغاية 4 ايام واكتر كمان، مش بيحصل له حاجة. وجبة خفيفة مع كوباية شاي. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وتقولوا لي رأيكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب او اشتراك علشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بعمله. الهنا والشفا، مع السلامة.